السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص، دخلت عليكم بسرعة قوي النهاردة كده، جايبة شوية حاجات رفايع حبيت اوريها لكم قبل ما نعمل الوصفة بتاعتنا. يعني الفيديو ده فيديو رفايع ووصفة كمان. بص، انا عجبني البراد الصغنن ده قوي، جبته هو صغنون كده وجميل زي ما اوريكم كده. ده ستانلس، نوع حلو جدا، ب 136 جنيه. ماشي. انا طبعا بقالي كتير ما جبتش حاجات معاكم وريتها لكم، فقلت اوريكم شويه الحاجات الصغيرين دول اللي انا جايباها. وده طقم كوبايات، انا كان عندي طبعا عجز في الكوبايات ما شاء الله، على طول بنكسر، فعجبني طقم الكوبايات ده جبته. ده تقريبا كنت جايباه ب175، هو 100 حاجه و70. تمام. هي الماركه دي انا عارفاها حلوه، جربتها قبل كده والكوبايات بتاعتها حلوه قوي. خلاص، زي ما انتم شايفين كده انا جبت اللي هي الوسط دي، ما بحبش الكبيره قوي، في اكبر من كده وفي اصغر، انا حبيت الوسط دي. تمام كده. انا حبيت اوريها لكم زي ما احنا شايفين كده، الميه بتاعتها حلوه قوي، انا بصراحه متعوده ان انا بجيبها. وجبت كمان معاكم، هما بصراحه حبه حاجات مش كتير يعني، بس استنوا اوعوا تقفلوا الفيديو لا تروحوا هنا ولا نعمل حته وصفه تحفه. خليكم بس مكملين الفيديو للاخر. ماشي يا حبايبي. انا على فكره في برضه حاجات نسيت اوريها لكم، بس ايه، خلينا نشوف الحاجات دي. دوت كوستر انا جبته للصواني، لان بتوعي خلاص كلهم اتهربدوا على الاخر والخشب اللي عندي اتكسر، فحبيت اجيب واحد جديد فجبت ده. انا كنت محتاجه بصراحه اكتر من كده، بس لا، قلت اجيب ده. دي بقى اللي تحفه جدا وعجباني قوي. دي زيته زي ما احنا شايفين كده، تنفع زيته، تنفع تحطي فيها بادي لوشن، تنفع تحطيها على التسريحه بتاعتك، تحطي فيها اللي انت عايزاه، ميه ورد. هي حلوه جدا، بس انا بصراحه جايباها زيته. بصوا زي ما احنا شايفين كده، دي مكتوبه عليها 100 جنيه، لا انا جبناها ب75 جنيه. جبت ليا واحده والبنتي واحده. خلاص. انا جايباها لزيت الزيتون، لاني انا بحب زيت الزيتون تبقى حاجه ليه غامقه، مش بحب الحاجه فاتحه. ودي قطعات كده، انا لقيتها عند الراجل عجبتني قوي، الواحده ب10 جنيه. جبتها عشان لو عمل ايه نعمل ان شاء الله بسكوت مع بعض، والسابليه والحاجات دي. انا عارفه ان انا ما عملتهاش معاكم قبل كده، بس ان شاء الله هنعملها مع بعض قريب. تمام. دي كانت شويه رفيع كده صغيرين، انا حبيت اجيبهم واراهم لكم، تاخدوا منهم افكار برضو لو انتوا حابين تجيبوا، تعرفوا فكره كمان عن الاسعار. انا جبت دول 4 اشكال، مربع ومثلث وقلب زي ما احنا شايفين، والمدور ده. انا عندي قطعات تانية بس كان بقالي كتير ما جددتش بصراحة، فقلت اجيب حاجة جديدة. ودول سكينتين صغيرين زي ما احنا شايفين كده، جبناهم بينفعوا جدا في تقطيع الفاكهة والسندوتشات والحاجات اللي زي كده. ودوت انا جايباها بقالي كتير بصراحة، بس ما كنت ناسياها، فقلت اوريها لكم بالمرة. دي كوتشن كافي، دي شوية حاجات كده عشان الزقها على الحيطة، فزي ما انتوا شايفين كده، فانا قلت اخد رايكم، الزقها في مكان التصوير على الرخامه اللي انا بصور عليها، ولا الزقها جنب المطبخ، جنب البوتاجاز. بصوا كده، احطها هنا ولا احطها في الرخامه التانية اللي جنب البوتاجاز؟ استنى رايكم طبعا في التعليقات. دول كان شويه رفيع صغيرين، انا حبيت اوريهم لكم واخد رايكم في الحاجات الصغيره اللي انا جبتها. انا عارفه انا بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديو رفيع، بس ايه، ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن ونجيب حاجات كمان اكتر من كده. انا في حاجات نسيت اوريها لكم، ان شاء الله الفيديو الرفيع اللي جاي هبقى اوريها لكم معايا. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الرفيع اللي جاي نكون حاجات رمضان، واقول لكم ونجدد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، دي الحاجات اللي انا جبتها، انا حبيت اوريها لكم. ودلوقتي هنبدا الوصفه بتاعتنا مع بعض. حبايبي، هنبدا بقى نشوف وصفتنا النهارده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده كان معانا الزيت، انا كنت طبعا غسلت الازازه كويس قوي وصفيتها من الميه، وبعد كده فضيت فيها زيت الزيتون زي ما احنا شايفين. خلاص، دي ازاز مش بلاستيك، انا بحب دايما الازاز. هنا كانت معايا بطاطس مسلوقه، انا سلقت بطاطس عادي، قطعتها، غسلت البطاطس كويس، انا بحب اسلق البطاطس بقشرتها. غسلت البطاطس كويس قوي ورحت حطيتها، قسمت الواحده 2، ولعت عليها على النار لما اتسلقت كويس قوي معايا، وهرستها كده زي ما احنا شايفين. هرستها الاول بالهراسه، وبعد كده بعملها بايديا عشان عايزاها ناعمه جدا جدا جدا. ونخلي بالنا لا نعملها بالكبه ولا نعملها باي حاجه. لو عملناها بالكبه تبقى فيها ماده هتديني، تبقى عارفين، بتبقى عامله زي ما بيكون فيها طريه كده، بتبقى عامله زي العجينه، بتديني الماده. ما علينا، انا مش عارفه بصراحه اوصفها لكم، بس هي تبقى مش حلوه، مش احسن حاجه بالكبه. انا هرستها بايديا وحطيت عليها حته زبده. طبعا انتي حابه تكملي هرسها بالهراسه هريسه، بس انا الهراسه بتاعت عيونها واسعه، فبتخلي لي فيه كتل بطاطس صحيحه، فانا عايزاها تبقى مهروسه ناعمه جدا. تمام كده. حطيت عليها حته زبده. وده فنجان قهوه معايا، ده فنجان قهوه بس كبير شويه،
انا حطيت منه كوبايه، حطيت منه واحد يعني بمعيار نص كوبايه. خلاص، وهملى التاني وهركنه على جنب، لو احتاجته هضيفه، ما احتاجتوش مش هضيفه. خلاص كده تمام. هنكمل بقى تقليب البطاطس مع اللبن وهنهرسها كويس اوي. انا عايزه البطاطس تبقى ناعمه جدا جدا. انا هنا كنتش حطيت ملح، حطيت رشه ملح زي ما احنا شايفين. طبعا كنت انا مش عارفه اشتغل بيه لانه عمال يتزحلق من ايدي ان شاء الله. بس انا والله موصيه على الجوانتيات من التانية، بس ايه طبعا كله بينسى، محدش جابلي. فخلينا كده هنقلبها. لو انت طبعا ما فيش في ايدك جوانتي قلبي بالمعلقه. خلاص، بس انا كنت عايزه انعمها جدا قوي وعايزه اهرسها كويس، فعشان كده كنت بعمل بالجوانتي عشان اخد اي حته الصحيحه وانعمها كويس معايا. خلاص، انا هنا زي ما انتم شايفين انا اي حته فيها بحسها كتله كده بدعكها كويس عشان تبقى ناعمه. انا خلاص هنا اتاكدت ان البطاطس بتاعتي كلها نعمت وبقت ناعمه جدا وبقت طريه. هفضل اقلبها وادخل فيها اللبن. انا عايزاها تبقى عامله زي البشاميل التقيل، ما تبقاش خفيفه ولا تقيله زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت نص الفنجان التاني هنا، يعتبر انا حطيت كوبايه الا ربع لبن. تمام، دي كميه البطاطس. دي تقريبا كيلو بطاطس. تمام كده. انتي طبعا الكميه دي على حسب انتي ما تحبي. حطيت هنا معلقه توم باودر على بصل، زي ما انا قلت لكم قبل كده انا حاطه التوم والبصل في برطمان واحد، فانا حطيت معلقه توم على بصل. ماشي، توم على بصل باودر، ما نحطيش توم صحيح، ما نحطيش توم فريش، نخلي بالنا. وهنا حطيت فلفل اسمر واقلبهم كويس قوي وادعكم مع بعض كويس قوي لغايه لما احس ان هما نعموا بقوا ايه بيوري كده مع بعض. خلاص، هي كده بقت نعمت معايا وكده. عارفين انا مش عارفه اقول لكم هي تبقى عامله ازاي. انا عايزاها كده تبقى كريمي وفي نفس الوقت تقيله. جبت الصينيه بتاعتي احط فيها حته زبده. انتي حطي سمنه بس انا ما كانش عندي سمنه فحطيت زبده، حتى كانت عماله تتزفلط مني خالص عشان الارضيه بتاعت الصينيه ناعمه. سوري يا حبايبي. خلاص كده هرش فيها طبقه بقسماط من تحت، ده بقسماط من بتاع البانيه. هعمله كده اقلبه كويس. هعمل منه طبقه كده على الصينيه بتاعتي. الطبقه دي مهمه جدا، طبقه البقسماط دي. خلاص، وهاخد كل خليط البطاطس بتاعي وهحطه في الصينيه كده. تمام، طبعا الكميات على حسب ما انتي ما تحبي، على حسب ما انتي عايزه. خلاص، يبقى انا هنا خدت البطاطس بتاعتي. ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. ماشي، خدتكم انا عارفه. ماشي، هنعمل دلوقتي مع بعض. ادينا اهو حطينا طبقه البطاطس. انا جيت احط الطبقه الحبه اللي فاضلين لقيتهم تبقى كبيره قوي على الصينيه، فسبت الحبه دول. مش هيجريهم اي حاجه. انت لو عملتيهم كده حطيتيهم كده وحطيتي عليهم وقلتيهم بعيش هيبقوا حلوين قوي. انا بقى جبت هنا الكفته. فاكرين الكفته اللي انا عملتها في الفيديو بتاع التفريزات اللي فات وقلت لكم هنحتاجها، ممكن نعملها داوود باشا وممكن نعملها اي حاجه. انا حبيت اعمل بيها الوصفه دي. بص، احنا ممكن نعملها بطريقتين. الطريقه الاولى ان احنا نشوح الكفته الاول في طاسه وبعد كده نرصها، والطريقه التانية زي ما انا ما عملتها كده انا حطيتها نيه. خلاص، انا هرصها على البطاطس بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين كده. هنرصها كده بالطريقه دي، نرصها طبعا زي ما احنا عايزين، نعمل منها اشكال نحطها كده زي ما نحب. خلاص، هنقول طريقه الكفته دي ازاي. دي كانت لحمه مفرومه، حطينا عليها بصلايه صغيره ودعكناها كويس مع بعض، ملح فلفل اسمر 7 بهارات. مش فاكره حطيت عليها حاجه تانية ولا لا، بصراحه مش هضحك عليكم. وبس كده وهنكورها. هي سهله، هي خفيفه جدا، الكفته سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. لحمه مفرومه، بصلايه ناعمه، 7 بهارات، ملح فلفل اسمر. دي الاساسيات بتاعتها. لو انتوا بقى عايزين تشوفوها في الفيديو اللي انا عملته بتاع تفريزات الكفته، طبعا الفيديو اللي قبل ده على طول تقريبا. خلاص، فانا هنا خلاص رصيت الكفته بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين. حابين نشوحها الاول قبل ما نحطها، نديها نص تسويه كده على النار، اوكي مفيش مشكله. حابه تحطيها نيه زي ما انا ما عملت حطيها. هي لما اتحطت نيه كانت ليها ميزه ان هي نزلت العصاره بتاعتها كلها في قلب الكفته وكان طعمها حلو جدا. لو انا هعملها هشوحها الاول، بعد ما اشوحها الماده الدهنيه اللي هتنزل منها هقلبها في قلب البطاطس قبل ما ارصها في الصينيه بتاعتي، وبعد كده ارصها عشان البطاطس بتاعتي تبقى واخده من طعم وريحه الكفته. خلاص كده، احنا زي ما اتفقنا ده كان اقل من ربع كيلو كفته احنا عملناه مع بعض. انا عايزه اقول لكم ان الطاجن ده احنا كنا 4 افراد كنا، فاض مننا كمان، يعني فاض منه كمان يكفي فردين كمان. والله يا جماعه انتوا مش عارفه هتصدقوني ولا لا، بس هي دي فعلا الحقيقه، لان البطاطس اصلا مشبعه جدا. احنا كان ولو 4 اكيله قوي لا هياكلوا الطاجن ما شاء الله ما شاء الله، مشبع وبيكفي عدد كبير. طبعا بربع كيلو لحمه مفرومه او اقل كمان كان حلو جدا.
خلاص انا هنا كان عندي جبنه موتزاريلا حطيت على وشها، على وش الصينيه زي ما احنا شايفين كده، وهندخلها الفرن. اللي طبعا بتسمعي مستويه، احنا هنا والكفته ما بتاخدش سوا. الكفته طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش اي سوا خالص، مجرد ان هي بتشم النار بتستوي على طول، والجبنه معانا تسيح، ويبقى كده عندنا احلى طاجن. جنبيه شويه سلطه او جنبيه شويه مخلل، او ممكن كمان نعمل جنبيه اي اكله خفيفه، هيبقى حلو جدا. دي كمان وما ننساش انه ينفع كمان في احلى عزومه بصراحه. طاجن حلو قوي في العزومات، هيشرفك ويبقى طعمه تحفه جدا. جنبي صواني بقى، جنب بشاميل وكوسه والكلام ده كله، هيبقى حلو قوي. ان شاء الله جربيه وهيعجبك. انا هنا عود خضره حطيته كده في النص بس عشان يزينهولي. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونستنى ندوقها مع بعض واقول لكم ونشوف راينا فيها ايه. بجد كان تحفه جدا. يا رب الولاد يخشوا كده ويقولوا لي رايهم كان فيها ايه، كان طعمها عامل ازاي. هما ساعات طبعا بيخشوا بيقولوا رايهم في الوصفات، وساعات لا، مش دايما بيشوفوا الفيديوهات بصراحه. انا هنا قطعتها عشان اعرف اطلعها. بجد كان طعمها حلو قوي، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بصوا انا طلعتها، بصوا عامله ازاي العصاره بتاعه الكفته نازله في قلب البطاطس، وكان طعمها حلو جدا بصراحه. طبعا انا مش هشكر فيها كتير يعني، بس هستنى رايكم. جربوها وتقولي رايكم فيها ايه، وان شاء الله هتعجبكم. تمام كده، منساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه، وتعليق حلو منكم. انا هنا كنت بدوقها، كان طعمها حلو جدا. ايه رايك في البطاطس؟ كان طعمها حلو؟ كانت جميله ما شاء الله بجد. الكفته فيها مختلفه حلوه جدا بجد. ماشي، تحكي حلو. ماشي خلاص، اسيبكم كده بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.